بيبدأ المسلسل على البطل وأخوه هما بيتسللوا جوه بيت وبيدخلوا يستخبوا في أوضة. في الوقت ده في شخص تالت بيقتحم المكان وبيقتل صاحبة البيت قدامهم وهما مستخبين تحت السرير، والقاتل بيقرب منهم. وبنشوف أحداث قبلها في فترة للبطل، وبنعرف إنه بيشتغل محامي، وبتشوفه وهو رايح يزور واحد من المساجين عشان يعرض عليه خدماته، وبيكون مضطر يلف على السجون كلها ويحاول يقنع المساجين بتوكيله للدفاع عنهم مقابل أقل سعر، لأنه ما عندوش مكتب يشتغل منه زي باقي المحامين بسبب الظروف السيئة اللي بيمر بيها. وبنعرف إنه قبل كده كان مدير في شركة مون، ودي بتكون أكبر شركة محاماة في الدولة، لكنهم طردوه من الشركة وتسببوا في فصله ومنعه من مزاولة المهنة لمدة 2 سنين. وبعد ما بتخلص مدة الإيقاف بيرجع تاني يشتغل وبيقابل واحد من المتهمين وبيعرض عليه إنه يترافع عنه، لكنه بيتفاجئ إن المعلومات اللي معاه عن المتهم ناقصة، وده لأن أخوه هو اللي بيساعده في جمع المعلومات عن المتهمين اللي بيروح يقابلهم. لكنه بيعرف من المتهم إنه مسؤول عن أمه وابنه الصغير، ودي بتكون النقطة اللي هيدافع بيها عنه عشان ياخد عقوبة مخففة، وبيقول على المبلغ اللي هياخده واللي بيكون أقل من أي محامي تاني. والمتهم بيرجع الزنزانة وبيتكلم مع زمايله عن البطل، وفي مسجون معاهم في نفس الزنزانة بيكون قاعد بيسمعهم وبيلعب بكرة البيسبول. والبطل بيخرج من السجن وبيلمح مجموعة من المحامين اللي كان بيشتغل معاهم فبيستخبى منهم، لكن في واحد منهم بيشوفه فبيروح عليه وهو والمساعد بتاعه، والمحامي ده بيكون ابن مون، وبينادي على البطل بلقب المدير لأن البطل كان مديره في شركة المحاماة، وبيحاول يستفزه ويتريق على إنه اتطرد من الشركة واتوقف عن مزاولة المهنة مدة كبيرة، وبيقول إن بقى محامي ملوش تمن، وإنه دلوقتي بقى مضطر يلف على كل السجون عشان يدور على موكلين. وبعد ما بيخلص تريقة بيمد ايده للبطل علشان يسلم عليه، لكن البطل بيتجاهله. وبنشوف اخو البطل اللي بيشتغل في متجر اجهزة الكترونية وبيزود الاسعار على الزباين وبياخد الفرق ليه، وفي واحد صاحبه بيروح يقابله وبيقول له إنه جايب شغل كويس للبطل وبيديله رقم صاحب الشغل. والبطل بيروح ياخد بنت أخوه من المدرسة وبيروح يزوروا مامته اللي بتكون عايشة في دار رعاية وبيكون عندها الزهايمر، وبتبقى ناسية البطل لكنها بتكون فاكرة أخوه بنته، مع إنها مش أمه لأنه أخو البطل من الأب، لكن أم البطل هي اللي ربت أخوه بعد موت مامته. ولما بيمشوا من عندها أخو البطل بيقوله على الشغل الجديد وبيوريه صورة المسجون، والبطل لما بيشوف صورته بيعرفه لأنهم كانوا زمايل في المدرسة، وبيفتكر لما كان بيتفرج عليه وهو بيلعب في بطولة البيسبول وكان رامي كرات محترف، لكن الحكم ظلمه وخسروا الماتش فهجم عليه وفضل يضربه. وأخو البطل بيقول له إن زميله بقى زعيم عصابة وبياخده عند وكر السري وبيقول له إن عصابة زميله بتدير لعبة القمار بشكل غير قانوني، والبطل بيكون رافض يقابل زميله بعد اللي عرفوا عنه، لكن أخوه بيقنعه لأنهم محتاجين فلوس والشغل ده هيكسبوا منه مبلغ كبير، والبطل بيوافق. ولما بيرجع بيته بيلاقي مراته حاطة ايديها في تلج فبيعرف انها اتصابت في الشغل، وتاني يوم بيروح السجن اللي فيه زعيم العصابة علشان يقابله، وبيعرف ان الشرطة وقفته وهو سايق تحت تأثير الكحول فضربهم، فبيتصل على اخوه بيقول له ان زعيم العصابة اتحاكم وقضى اغلب مدته وانه هيخرج قريب، وبيكون مستغرب انه طلب مقابلته. واخو البطل بيقترح عليه انه يقابله ويسمع اللي عنده ولو ما عجبوش يرفض الشغل، وفعلا البطل بيدخل يزوره وبيكون قاعد قلقان وهو مستنيه وبيفتكر اللي حصل منه زمان وقت المسابقة، والزعيم بيخرج وبيقعد يتكلم معاه وبيطلب منه يراقب مراته ويعرف إذا كانت على علاقة بحد تاني، وبيقول له إنه لازم ينفذ المهمة قبل خروجه من السجن، وبيعرض عليه في المقابل مبلغ كبير. وبتشوف مرات البطل وهي بتشتغل وزميلتها بتلاحظ إنها بتتألم من دراعها فبتستأذن من المدير علشان يديها أجازة فبيوافق. وبتشوف البطل وهو خارج من السجن وموظف الأمن بينادي عليه وبيديله علبة وبيقول له إن في حد طلب منه يديها له، والبطل بيبص في العلبة وبيروح لأخوه وبيطلب منه يكلم صاحبه اللي جاب لهم الشغل مع الزعيم عشان يديله حاجة يرجعها له. وأخو البطل بيشوف معاه العلبة وبيسأله فيها إيه فبيقول له إن ما فيهاش حاجة مهمة، لكنه بيقرب منه وبيشدها فبتقع على الأرض وبيقع منها فلوس كتير فبيلمها بسرعة وبيمشي هو والبطل بيحكي له إن الزعيم طلب منه يراقب مراته ويعرف هي على علاقة بمين وفي المقابل ياخد الفلوس، فأخوه بيقول له إن ده عرض كويس جدا وإن المبلغ ده هيساعده ياخد مكتب خاص بيه ويرجع يشتغل زي الأول، لكن اللي بيكون رافض وبيقول لأخوه إنهم لو كشفوا سرها للزعيم هيقتلها لما يخرج من السجن، وبيطلب من أخوه يكلم صاحبه علشان يرجع الفلوس للزعيم، لكنه لما بيمشي بيروح يراقب مرات الزعيم وبيرجع البيت وبيلاقي مراته رابطة إيديها، ولما بيسألها عن سبب إصابتها بتقول له إنها وقعت وهي بتشتغل وإيدها اتكسرت، فبيقترح عليها إنه يسيب المحاماة ويشوف شغل تاني علشان يريحها لأن شغل المحاماة مش جايب همه، فبتقول له إن لسه راجع شغل من قريب وبتطلب منه يكمل فيه،
وبعدها البطل بيشوف رسالة على تليفونها، فبيعرف إنها كانت مقدمة شكوى في مديرها لأنه اتحرش بيها، لكنها سحبت الشكوى تاني. فبيتفاجئ وبيسألها عن اللي حصل، فبتقول إن مديرها طلب منها تروق له شقته وفهمها إنه هيكون في اليوم ده مسافر، لكنها لما راحت شقته اتفاجئت بوجوده وحاول يعتدي عليها، فزقته وجريت بره الشقة وقعت على ايديها وهي بتجري. والبطل بيكون في حالة صدمة بعد اللي عرفه، وبيسألها عن السبب اللي خلاها تسحب الشكوى، فبتقول له إنها استلفت من مديرها مبلغ كبير عشان تدفع فلوس التسوية لدار الرعاية، لأن مامته ولعت في المطبخ ولو ما كانتش دفعت الفلوس كانوا هيطردوها. فالبطل بيتعصب عشان خبت عنه كل ده واتصرفت من دماغها، فبتقول له إنها ما كانتش عاوزة تزود الحمل عليه، فبيقول لها إن هو هيتصرف. وبيروح تاني يوم يقابل مديرها وبيقول له إنه هيقدم الشكوى وهيحبسه. والمدير بيلاحظ إن البطل فاهم في القانون، لكنه بيستفزه وبيقول إنه أكيد مش محامي، لأن مفيش محامي هيسيب مراته تشتغل شغلانة بسيطة زي دي وكمان تستلف من مديرها فلوس. وبيقول على البطل ومراته إنهم نصابين وإنهم عاملين عليه لعبة علشان يبتزوه وياخدوا منه فلوس. فالبطل بيتعصب وبيكون عايز يضربه، لكنه بيتملك أعصابه وبيخرج من مكتبه وبيرجع وهو معاه الفلوس اللي أخدها من الزعيم وبيديها لمدير مراته وبيقول له إنه هياخد حقه منه بالقانون ومش هيسيبه. لكن المدير بيكمل في استفزازه وبيقول له إنه مش هيعرف يعمل معاه حاجة، وبيقول له يراقب مراته وبيغلط في أخلاقها. والبطل بيوصل لأعلى مراحل الغضب وبيفتكر كلام الزعيم لما قال له وهو بيزوره إن الانتقام سهل. في الوقت ده البطل بيلاقي جنبه مضارب جولف، فبياخد واحد منهم وبيوجهه على المدير وبيجري وراه، والمدير بيكون خايف منه وبيترجاه يسامحه. والبطل بيمسك المضرب وبيكسر بيه الإزاز وبيقول للمدير إنه قدامه أسبوع يكون ساب فيه الشغل ويمشي من المدينة كلها، وبيقول له إنه عارف بالدعوة القضائية اللي بينه وبين طليقته، وبيهدده إنه ممكن يخليه يدفع نفقة كبيرة ويخسره حضانة الطفل. وبيخرج من عنده وهو حاسس بالانتصار وبيكون فرحان جدا، وبيروح يزور الزعيم وبيقول له انه قبل يشتغل لحسابه. وبنشوف احداث قديمه لزعيم العصابه وقت ما اتقبض عليه، وده بعد ما اتخانق مع عصابه تانية اسمهم عصابه العائله وضربهم وحاول يهرب بعربيته، لكن الشرطه طردته ولانه كان شارب عمل حادثه والشرطه حصرته، فضرب الضباط وبعدها اتقبض عليه. والبطل واخوه بيروحوا يقابلوا صاحبه اللي بيشتغل في المطعم اللي بتديره مرات الزعيم، وبيعرفوا منه معلومات عنها وبعد كده بيراقبوها وبيعرفوا مكان بيتها وكل تحركاتها، ومراقبتهم ليها بتستمر كذا يوم. وبيكون فاضل 4 أيام على خروج زعيم العصابة من السجن، والبطل بيروح يزوره وبيقول له إنه لسه بيراقب مراته وإن مفيش جديد. وهنا زعيم العصابة بيحس إن البطل مش عايز ينجز المهمة، فبيتعصب وبيزق الترابيزة عليه وبيخنقه وبيقول له إنه مش هياخد منه فلوس على الفاضي، وبيهدده إنه لو منفذش المهمة خلال 4 أيام بس هينتقم منه ويخلص على عيلته. ومساعد الزعيم بيزوره في السجن هو وواحد من العصابة، وبيقولوا إن عصابة العائلة هم اللي بلغوا عنه وإنهم بيحاولوا ينتقموا منهم، لكن البطل بيبقى مش مقتنع بكلام مساعده. وفعلا لما بيرجع الزنزانة مساعده واللي معاه بيتكلموا عنه بطريقة وحشة وبيكون واضح إنهم بيكرهوه. والبطل بيقابل مساعد ابن مون في مطعم وبيعزمه وبيطلب منه يعرفه معلومات عن قضية الزعيم، لأن شركة مون للمحاماة هي اللي تولت الدفاع عنه في قضيته. وبيعرف من زميله إن الزعيم صدر ضده حكم ب2 سجن، وده مش طبيعي لأن في الحالات اللي زي دي العصابة بتدفع مبلغ وفي المقابل بياخد أقل عقوبة واللي هي 3 شهور، لأنه كان متخدر وقت ارتكاب الجريمة. وابن مون بيدخل المطعم ومساعده بيلمحه، فبيقوم بسرعة من قدام البطل، وابن مون بيشوف البطل قاعد بياكل لوحده فبيتريق عليه كالعادة. ومون بيدخل المطعم وبيهني البطل على رجوعه للمحاماة، لكن البطل بيكون متضايق منه وبيفكره إن مدين ليه بالاعتذار، وبيقول له اسم الموظفة اللي كانت معاهم في الشركة لكنها ماتت. فالبطل بيقول له انها ماتت مقتوله وما انتحرتش زي ما قالوا، وبيقول له ان مدين ليها هي كمان بالاعتذار، لكنه بيرد على البطل بتكبر وبيمشي وبيسيبه. وبعدها البطل بيقابل اخوه وبيطلب منه يساعده من خلال قدرته على اختراق الاجهزه، وبيطلب منه يعطل سيستم كاميرات المراقبه في بيت مرات الزعيم عشان يقتحموا البيت ويزرعوا كاميرات تجسس. وفعلا بينفذوا خطتهم بنجاح، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا راجل كبير نايم في اوضه، وده بيكون زعيم العصابه السابق اللي زميلهم اخد مكانه. والشخص اللي بيشتغل مع مساعد الزعيم بيقابل البطل وبيسأله عن الكلام اللي دار بينهم، فبيقول له إن الزعيم طلب منه يمسك له القضية لكنه رفض. وبيكون فاضل يوم واحد على خروج زعيم العصابة وانتهاء المهلة، والبطل بيروح هو وأخوه بيت مرات الزعيم، لكنهم بيتفاجئوا بوجود الخادمة اللي بتكون حضرت في وقت مختلف عكس جدولها. ومرات الزعيم بتروح المطعم والوقت بيعدي والخادمة بتكون لسه موجودة في البيت، ومرات الزعيم بترجع، فالبطل بيفقد الأمل في تنفيذ المهمة. وأخوه بيقول له إنهم حتى لو اتصرفوا ورجعوا لزعيم العصابة فلوسه مش هيقبلها وهينتقم منهم. فالبطل بيقرر يمشي،
لكن بعدها أخوه بيلمح مرات الزعيم وهي خارجة وبتكون راجعة تسهر مع أصحابها، فبيجري وراه وبيقوله، ولأنهم عارفين إنها بترجع كل مرة بسواق مختلف فبيقرروا يتخفوا والبطل هو اللي يرجعها. لكن الشخص اللي بيشتغل مع المساعد الخاين بيلمح البطل، والبطل بعد ما بيوصلها بيطلب منها يدخل الحمام، وبيدخل البيت وبيتسحم وبياخد الكاميرا والتسجيلات وبيقدر يخرج بسرعة. فبيتفاجئ بمرات الزعيم قدامه، فبيقولها إنه كان بيدور على مناديل وبيخرج من البيت بسرعة، ومساعد الزعيم بيسلط عليه مجموعة من المساجين عشان يقتلوه، والبطل بيروح السجن علشان يزوره ويسلمه الدليل، لكنه بيلاقي العصابة مراقباه، فبيهرب منهم وبيروح للزعيم وبيسلموا التسجيلات، فبيتفرج عليها وبيعرف إنه مساعده ومراته خانوه واتفقوا مع بعض عليه، وبيعرف إنهم خدروه وسلموه للشرطة عشان يخلصوا منه. والبطل بيحاول يتصل على أخوه لكن الشبكة بتكون ضعيفة، فبيعدي عليه في مكان شغله ومش بيلاقيه. في الوقت ده أخوه بيروح بيت مرات الزعيم عشان ياخد باقي الكاميرات، وبتشوف زعيم العصابة في السجن والمساجين بيحاصروه عشان يقتلوه، لكنه بيضربهم وبيخلص عليهم. وفجأة في واحد جديد بيهجم عليه وبيحاول يطعنه، والبطل بيدخل بيت مرات الزعيم فبيتفاجئ بوجود أخوه، وبيعرف إنه دخل البيت عشان يجيب باقي الكاميرات، وبيحاولوا يهربوا لكن مرات الزعيم بتيجي في الوقت ده، فالاتنين بيستخبوا، ولما بتدخل أوضتها بيخرجوا علشان يهربوا، لكنهم بيلمحوا شخص لابس قناع بيقتحم البيت، والشخص ده بيكون هو زعيم العصابة. ولما مراته بتشوفه بتتصدم، لكنه ما بيتكلمش معاها وبيطلع مسدسه وبيضربها بيه، فبتزحف وبتدخل الأوضة اللي فيها البطل وأخوه، والزعيم العصابة بيدخل وراها وبيخلص عليها قدامهم، وبيحس بوجودهم فبيكشف غطا السرير وبيشوفهم. وبتشوف قبل الأحداث دي بشوية المساعد الخاين وهو بيكلم المسجون عشان يتأكد من إنه قتل الزعيم، لكن في الوقت ده الزعيم بيكون مسيطر على المسجون وبيأمره يبلغ المساعد إنه نفذ المهمة بنجاح. والمساعد بيفرح لما بيعرف إن الزعيم اتقتل، وبيروح لمراته عشان يقولها على الخبر، لكنه بيتصدم أول ما بيدخل البيت وبيشوفها وهي مقتولة، وبيلاقي البطل وأخوه قاعدين على الكنبة، والزعيم بيظهر قدامه وبيوجه المسدس على دماغه وبيخلص عليه، وبيكون عايز بعدها يخلص على البطل وأخوه، لكن البطل بيترجاه وبيقول إنهم مش هيجيبوا سيرة اللي حصل، لكنه بيكون مصمم يقتلهم. وهنا البطل بيقترح عليه فكرة أحسن، وهي إنه يشركهم معاه في الجريمة، وبكده حتى لو عاوزين يبلغوا عنه مش هيقدروا، لأنهم بالشكل ده هيكونوا بيبلغوا عن نفسهم معاه. وبيقول له إنه مهمة التخلص من جثثهم مع جثة مراته ومساعده هتكون صعبة عليه، فبيقتنع بكلام البطل، وبيقول له يتخلص هو وأخوه من جثة مراته، فبياخدوها وبيروحوا يرموها من فوق الجبل. وتاني يوم البطل بيصحى مفزوع بعد ما حلم باللي حصل لهم ليلة امبارح، وبيقرر انه يوصل مراته لشغلها لانه بيكون خايف عليها من الزعيم وعصابته. وبعدها بيروح لاخوه بياخد منه نسخة تسجيل الكاميرات اللي معاهم، وبيروح اسم الشرطة علشان يحكي لهم اللي حصل ويبلغ عن الزعيم، لكنه اول ما بيروح عند اسم الشرطة بتجيله مكالمة، فبيقرر يرجع تاني وبيطلع بعربيته فجأة، وبيكون هيخبط عربية شخص تاني، وبيروح عند بيت أخوه بيشوف الزعيم وهو واقف بيلعب مع بنت أخوه وأصحابها. وبعدها البطل بيقعد يتكلم معاه وبيسلمه الفلاشة اللي عليها تسجيل كاميرات المراقبة، وبيقول له إن بعد ما يتخلص منها مش هيبقى فيه دليل على اللي حصل. والزعيم بيقول له إنه مش جاي بس علشان الفلاشة، وبيقول له إنه عايزه يبقى صديقه، وبيديله تليفون وبيقول له إن ده هدية صداقتهم، وبينبه عليه إنه لازم يرد على التليفون في أي وقت يرن عليه، وبيعرض عليه إنه يشتغل معاه كمستشار قانوني وفي المقابل هياخد مرتب كبير، لكن البطل بيرفض وبيطلب منه يبعد عنه، لكن الزعيم بيكون مصمم يشغله معاه، وبيقول له إن ده أفضل من زيارته للمساجين طول الوقت، وبيديله فرصة يفكر. والشخص اللي كان بيشتغل مع المساعد الخاين بيحاول يتصل عليه طول الوقت، لكن تليفونه بيكون مقفول، وباب المكتب بيتفتح وفي شخص بيدخل عليهم، فبيفتكر إن ده المساعد لكنه بيتفاجئ بالزعيم قدامه، فبيقف مصدوم كأنه شايف عفريت، والزعيم بيكون عارف إنه خانه مع المساعد، فبيقرر يرقي واحد تاني من العصابة ويخليه المساعد بتاعه. وهنا الخاين بيعترض وبيقول للزعيم إنه كده هيرقي واحد أقل منه، فبيقول له يتحدى ويثبت جدارته. والخاين بيقرب من المساعد الجديد وبيضربه، لكنه بيرد له الضربة بقوة وبيقضي عليه وبيثبت أحقيته بالترقية. والبطل بيروح ياخد بنت أخوه من المدرسة، فبيتفاجئ إن في واحد واخدها معاه، فبيجري عليه، والشخص ده بيكون هو نفسه الشخص اللي البطل كان هيخبطه بعربيته لما كان خارج من اسم الشرطة، وبيعرف منه إنه سكن جنبهم جديد وإنه محقق، وبيقول له إنه أخد بنت أخوه عشان يوصلها لأنه محبش يسيبها واقفة لوحدها بعد ما اتأخر عليها، وبيفكروا بالموقف اللي حصل بينهم قدام اسم الشرطة، وبيسألوا عن سبب استعجاله، وبيقول له إن في ناس كتير بتروح اسم الشرطة عشان يبلغوا عن مجرمين لكنهم بيتراجعوا في اللحظة الأخيرة،
وبيكون شاكك إن البطل وقتها كان رايح يبلغ عن مجرم، فبيسأله إذا كان في حد مضايقه، والبطل بيعترف وبيقوله إن في شخص مضايقه وإنه مش قادر يتخلص منه ولا يتلاشى أذاه، فبيسأله مين الشخص ده. وهنا البطل بيغير طريقة كلامه اللي كلها جدية وحزن، وبيبتسم وبيقوله إن جاره اللي ساكن فوقه هو اللي مضايقه لأنه بيعمل دوشة طول الوقت. وبتشوف بعدها زعيم العصابة وهو مجتمع بأفراد عصابته اللي بيحيوا بمناسبة خروجه من السجن، والبطل وأخوه بيفكروا في طريقة يتخلصوا بيها من الزعيم، والبطل بيقول إنهم لو بلغوا عن وكر القمار هيقدروا يسجنوا الزعيم ويتخلصوا منه، لكن مهمتهم بتكون صعبة لأن الوكر بيكون في مكان سري. والبطل بيقابل الزعيم وبيقول له إنه موافق يشتغل معاه، لكن بيشترط عليه إنه يعرف كل حاجة عن شغله وأولهم وكر القمار. والزعيم بيوافق وبيقول له إنه هيخلي رجالته يكلموه، وتاني يوم بيبعتوا له رسالة بالمكان اللي هيقابلهم فيه، فبيتصل على أخوه بيطلب منه يروح له على هناك. والعصابة بتوصل للبطل وبياخدوه معاهم وبيغموا عينيه، وأخوه بيوصل للمكان وبيلاقي عربية البطل، والاتنين بيكونوا عاملين حسابهم وبيبقوا رابطين تليفوناتهم ببعض. وأخو البطل بيحدد مكانه وبيمشي وراه، والعصابة بتاخد البطل عند البحر وبيركبوا مركب، فأخوه بيتفاجئ لما بيلاقيه بيتحرك وسط البحر. والبطل والعصابة بيوصلوا جزيرة مهجورة، ودي اللي بيكون فيها وكر القمار. والبطل بيدخل وبيلاقي ناس كتير قاعدة بتلعب، وبيقابل الزعيم وبعد شوية بيقول له إنه هيروح الحمام، وبيدخل وسط الغابات وبيكون معاه جهاز لاسلكي يقدر إنه يكلم بيه أخوه، وبيقول له إنه على جزيرة مهجورة وسط البحر وإنها بعيدة عن المينا مسافة 40 دقيقة، وإن في قدامها منارة بيضة. فأخوه بيجري على تليفونه عمومي وبيبلغ الشرطة عن وكر القمار، وبيأجر مركب وبيتحرك بيه عشان ينقذ البطل. وأجهزة الإنذار بتشتغل فجأة على الجزيرة، وده بيكون معناه إن فيه هجوم هيحصل عليهم، والناس بتحاول تهرب وأفراد العصابة بيحاولوا يسيطروا عليهم. والبطل بيهرب والزعيم بيكون واقف بعيد وشايفه، وأخوه بيقرب بالمركب بالجزيرة وبينقذه. وتاني يوم البطل بيصحى من النوم وبيقرا الجرايد، لكنه بيتفاجئ إن مفيش أي خبر عن جزيرة القمار. وبيفتح التلفزيون اللي برضه ما جابش سيرة عن الموضوع، وفجأة التليفون اللي أخده من الزعيم بيرن، فبيروح عليه وبيلاقي الزعيم هو اللي بيتصل. وبتشوف بعدها البطل وهو رايح يقابله وبيقول له إنه هرب من الجزيرة وعرض حياته للخطر عشان ما يتقبضش عليهم سوا، لأنه لو اتمسك كان هيحتاجوا يدافع عنه ويخرجوا من القضية. لكن طبعا الزعيم بيكون باين عليه إنه مش مصدقه، والبطل بيسأله هرب إزاي، فبيقول له إنهم كانوا عاملين حسابهم. وبتشوف إن هم كانوا مستعدين لهجوم الشرطة في أي وقت، وبيخفوا كل حاجة خاصة بالقمار وبيمثلوا إنهم في رحلة استكشافية للجزيرة المهجورة. والزعيم بياخد البطل معاه هو ورجالته وبيدخلوا مكان وبيكونوا قابضين على مجموعة، وأخو البطل بيكون معاهم. والزعيم بيقول للبطل إنه هيعاقبهم لأنه عارف إن اللي بلغ عنه واحد منهم، وبيمسك أول واحد وبيقطع صوابعه، وبيشدوا أخو البطل عشان يقطعوا صوابعه هو كمان. والبطل بيحاول يدافع عنه وبيمسك القطاعة بإيديه، والزعيم بيضغط عليها وإيد البطل بتتعور وبتنزف، لكنه بيفضل ماسك القطاع عشان يحمي أخوه، وبيحاول يقنع الزعيم إنه يسيبه، وبينتقد نظامه هو وعصابته، وبيقول إنهم هيفضلوا دايما محصورين في نفس النطاق، وكل ما يشك في حد يقطعوا صوابعه، وإن مش هو ده الحل. وبيقترح عليه إنهم يعملوا المراهنات أونلاين، وبيقول له إن الطريقة دي هتحقق ربح كبير جدا وهتكون أقل في الخطورة، والشرطة مش هتقدر تهاجمهم كل شوية. فالزعيم بيبدأ يقتنع، وفي واحد من رجالته بيدخل وبيكون قابض على شخص، وبيقول للزعيم إن هو ده اللي بلغ عنهم. وهنا رجالة الزعيم بيسيبوا البطل وأخوه، ومساعد الزعيم بيوصلهم المستشفى. وزعيم العصابة بيروح يزور رئيسه اللي بيدير لعبة القمار، ورئيسه بيكون رجل أعمال مهم وبيمتلك واحدة من أكبر العبارات. والزعيم بيواجهه وبيقول له إنه عارف حقيقة الاتفاق اللي تم بينه وبين المساعد عشان يتخلصوا منه، فبيقول له إنه عمل كده لأنه اتغير وبقى مغرور وما بيسمعش كلامه، وبيرد عليه إنه يسمع كلامه وينفذ أوامره أو يسيب الشغل. فبيرد عليه بثقة وبيقول له إنه مش ممكن يشتغل مع واحد خاين زيه. والبطل بيعدي على مراته في مكان شغلها وبيسمع زمايلها وهم بيغلطوا في حقها، وبيقولوا إنها حاولت تبتز المدير. وهنا البطل بيتعصب وبيكون عايز يضربهم، لكن مراته بتلمحه فبتروح عليه بسرعة وبتمنعه. والزعيم بياخد رأي مساعده في فكرة البطل، فبيقوله إنها فكرة كويسة، وبيقول عن البطل إنه كان أذكى وأشطر محامي في زمايله وإنه شخص ناجح، لكن مشكلته إنه مش قادر يواجه أعدائه. وهنا الزعيم بيقرر إنه يضغط على البطل ويعرض عليه مساعدته في الانتقام من أعدائه اللي أذوه، وبيكون قصده هنا على مون وابنه. والبطل بيعرف من مراته إن مديرها رفع عليها قضية تشهير، فبيروح عند بيته وبيبقى عايز يضربه، لكنه بيقفل البوابة
وفي واحدة من الجيران بتكون خارجة وبتفتح البوابة وهي مش واخدة بالها، فالبطل بيستغل الفرصة وبيجري ورا المدير وبيزق عليه الباب وبيحاول يضربه، لكن حارس الأمن بيشوفه وبيبلغ الشرطة، وابن مون بيستغل الفرصة وبيدافع عن المدير وبيعمل محضر ضد البطل بعدم التعرض لموكله. ولما بيخرجوا من اسم الشرطة بيسخر من البطل كالعادة، ومرات البطل بتظهر قدامهم في اللحظة دي بعد ما قررت تعمل بلاغ ضد مديرها المتحرش. والبطل بيرجع بيته والجرس بيرن، فبيفتح الباب وبيلاقي الزعيم قدامه، وبيدخل البيت وبيقول للبطل إنه عرف باللي حصل له بسبب مون وابنه والمدير المتحرش، وبيرد عليه إنه يساعده في الانتقام منهم، وبيوعده إنه هيكسبه فلوس كتير وهيبقى قوي وعنده نفوذ، وده طبعا هيحصل لما يشتغل معاه وينفذوا فكرة المراهنات اللي قاله عليها. وبيقول له إنه بدأ في تنفيذ مساعدته ليه فعلا. وبتشوف ابن مون وهو خارج من مكتبه وبيركب عربيته، لكن في شخص بيطلع بعربية من جنبه وبيخبط في عربيته، فبيطلع يجري وراه، والشخص ده بيكون مساعد الزعيم، وبيخلي ابن مون يعمل حادثة وبيصوره وبيبعت صورته للزعيم فبيوريها للبطل. وهنا البطل بيحس بالانتصار على مون وابنه لأول مرة، والزعيم بيقول له إنهم هيحبسوا ابن مون لحد ما جلسته ضد المدير تخلص، وبيقول له إنه صاحب القرار في إنهم يفضلوا حابسينه أو يسيبوه وبيديله فرصة يفكر. وتاني يوم البطل بيروح يحضر المحاكمة وبيسمع زمايله وهما بيتكلموا عنه، وبيقولوا إنه هيخسر كالعادة، فبيتصل على الزعيم وبيقول له يتأكد إن ابن مون مش هيحضر الجلسة، وكمان بيطلب منه يبعده بأي طريقة عن انتخابات البرلمان لأنه بيكون مترشح لعضوية البرلمان. وفعلا الزعيم بيلفق له قضية اغتصاب، وجلسة المدير بتبدأ، والمحكمة بترفض دعوى التشهير اللي رفعها ضد البطل ومراته، وكمان المحكمة بتقبل دعوى التحرش اللي مرات البطل رفعتها. والبطل بيخرج من المحكمة بعد ما انتصر في معركته الأولى، والزعيم بيكون واقف مستنيه قدام المحكمة وبيقول له إنه عازمه على العشاء. وهنا البطل بيضحك، ودي بتكون اللحظة اللي بتبدأ فيها صداقتهم، والاتنين بيقعدوا يتعشوا مع بعض. والزعيم بيقول للبطل إنهم اتخلصوا من ابن مون ولفقوا له قضية اغتصاب، لكن البطل بيقول له إن مون شخص قوي وصاحب نفوذ، وإنه مش هيسكت وهيطلع ابنه منها وهيحاول يرشحه تاني للانتخابات. وبيقترح على الزعيم إنهم يدعموا المرشح اللي تم استبعاده عشان ابن مون يترشح مكانه. فالزعيم بيسأله عن الشغل اللي بينهم، فبيقول له إنهم هيبدأوا الشغل بكرة، لكنه بيشترط عليه إنهم بعد ما ينفذوا الاتفاق اللي بينهم هياخد نصيبه وينسحب وهيسيب المدينة كلها، وبيطلب منه يوعده إن ساعتها يسيبه في حاله هو وعيلته. فالزعيم بيقبل بشرطه، والبطل بيقابل أخوه بيعرض عليه الفكرة، لكن أخوه بيكون خايف وبيقول له إن الموضوع مش سهل وإنهم لو اتقبض عليهم مش هيخرجوا تاني من السجن. لكن البطل بيديله شنطة الفلوس اللي أخدها من الزعيم عشان يبدأوا في التنفيذ، وبيقدر يقنعه وبيقول له إنهم هيمشوا من المدينة بعد ما ينفذوا اتفاقهم مع الزعيم وياخدوا نصيبهم. والزعيم بيروح للمرشح المستبعد وبيعرض عليه مساعدته في الفوز، وفي المقابل يبقى سند ليهم. وابن مون بيخرج من السجن وبابا بيزعقله على الغلطة اللي وقع فيها، وبيقابل صاحب العبارة وبنعرف إنه مشاركة في شغل القمار، ومون بيطلب منه يعرف له هوية الشخص اللي تسبب في حبس ابنه. والزعيم بيكون محتاج فلوس أكتر عشان ينفذ فكرة البطل، فبيهجم على زعيم عصابة العائلة وبيخطفه وبيجبره يحول له مبلغ كبير مع إنه بيكون رافض. لكن الزعيم بيكسر كل 5 ثواني صابع من صوابع إيديه لحد ما بيوافق وبيحول له الفلوس. والزعيم بيصوره وبيبعت صورته لصاحب العبارة وبيقول له يختار الأشخاص اللي بيتعاون معاهم بشكل أفضل. وتاني يوم البطل بيعرض تفاصيل فكرة موقع القمار على الزعيم، والفكرة بتكون على الورق كويسة وبيبقى ناقص بس التنفيذ على أرض الواقع. والزعيم بيأمر البطل إنه يقدم ميعاد افتتاح الموقع، فالبطل بيطلب منه يديله وقت أكبر لكنه بيرفض. ومون بيقابل المرشح وبيطلب منه يبعد نفسه عن الانتخابات، لكنه بيتفاجئ لما المرشح بيتكلم معاه بندية وبيكون مصمم على ترشحه. والخاين في عصابة الزعيم بيقابل مون وبيقول له إن العربية اللي خبطت عربية ابنه ومشيت وراه تبقى تبع عصابة الزعيم لأنه شاف مساعده وهو بيشتريها، لكن مون مش بيصدقه وبيضربه. فبيحاول يقنعه وبيقول له إن الزعيم استعان بمحامي عشان يخلص له شغله. وهنا مون بيتأكد من صحة كلامه بعد ما بيقول له إن المحامي ده يبقى هو البطل. والبطل بيقابل الزعيم وبيطلب منه إنه يزود له مهلة الافتتاح، لكنه بيرفض وبيقول له إنه دخل في عداوة مع ناس أقوياء وهم مون وصاحب العبارة، وبيعرفوا إنهم شركة في شغل القمار، وبيقول له إنهم لو ما نفذوش الفكرة في أسرع وقت ونجحت الاتنين دول هيقضوا عليهم. فالبطل بيفهم حجم المسؤولية اللي عليه وبيحاول بأقصى جهده إنه ينفذ مهمته في أسرع وقت. وقبل الافتتاح بيوم البطل بيجتمع على العشاء هو وأخوه الزعيم وعصابته، والزعيم بيوصل البطل لبيته
وبيقول إنهم بعد ما يفتتحوا الموقع وينجحوا هيقضي على مون وصاحب العبارة، وبعدها هيفتح نادي بيسبول وبيعرض عليه إنه ينضم له. لكن البطل بيقوله إن بعد ما يخلص وياخد نصيبه هيسافر ويسيب البلد. وتاني يوم بيبدأ افتتاح الموقع وبيلاحظوا إن المتسابقين بدأوا يدخلوا عليه، لكن فجأة الموقع بيحصل فيه مشكلة والكل بيكون قلقان. وفجأة بيلاحظوا إن عدد المتسابقين ارتفع جدا، والعطل اللي حصل ده بسبب الضغط المفاجئ اللي حصل على الموقع، وده معناه إن الموقع حقق نجاح أكبر من توقعاتهم، والابتسامة بتظهر على وشوشهم. والبطل بيرجع بيته وهو فرحان، وجار المحقق بيقابله وبيلاحظ إنه مبتسم وفرحان، فبيقوله إنه بيتمنى يكون حصل له حاجة كويسة. والبطل بيحييه وهو بيضحك وبيمشي. وعصابة الزعيم بتهاجم وكر القمار الخاص بصاحب العبارة، وبيقضوا على رجالته وبياخدوا الفلوس كلها وبيمشوا. وصاحب العبارة بيروح الوكر وبيلاقي رجالته مضروبين والفلوس اتسرقت. والبطل بيوصل له رسالة من الزعيم فيها صورة شنطة عربيته، فبينزل يفتحها وبيلاقي فيها شنطة فلوس كبيرة، ودي بتكون نصيبه اللي اتفق عليه مع الزعيم. وبيلاقي مفتاح عربية مرسيدس، فبيكلم الزعيم وبيقوله إن السلام نصيبه، وبيسأله عن العربية فبيقوله إنها مكافأة بسيطة منه. وعصابة الزعيم بتبدأ تحصل الأرباح، والمرشح بينجح في الانتخابات وبيبقى عضو في البرلمان، وبيعملوا له حفل تكريم. وصاحب العبارة بيحضر الحفلة، وعضو البرلمان بيكلمه بسخرية قدام الكل. والزعيم بيحضر الحفلة، وعضو البرلمان بيطلب من الحضور يحيوه وبيقول لهم إنه صاحب الفضل في نجاحه. وصاحب العبارة بيطلب من الزعيم يتكلم معاه، وبيسأله عن سبب حضوره الحفلة، فبيتجاهل سؤاله وبيديله فلوس وبيقول له إن دي حصته من مشروع الملهى الليلي اللي كانوا شركاء فيه، وبيقول له إنهم دلوقتي مفيش حاجة تجمعهم. وصاحب العبارة بيمد إيديه عشان ياخد الفلوس، لكن الزعيم بيستهزأ بيه وبيسيب الفلوس تقع على الأرض، وبيقول له إنها تقيلة لأنه باين عليه ناسا وحط له أزيد من نصيبه. والخاين في عصابة الزعيم بيبلغ عنهم، والشرطة بتروح الشركة اللي بيديروا منها موقع القمار وبيفتشوا المكان. لكن البطل بيكون عامل حسابه إن ده هيحصل، وبيبقوا مستعدين وبيبدأوا يخفوا كل حاجة قبل وصول الشرطة. ولما الشرطة بتوصل ما بيلاقوش أي دليل ضدهم. وتاني يوم الزعيم بيقابل البطل، وكده الاتفاق اللي بينهم بيكون تم. والزعيم بيدي البطل شنطة فلوس من عنده، وبيقول له إن دي مكافأة نهاية الخدمة. وصاحب العبارة بيعاقب الخاين لأنه ما قدروش يوقعوا البطل، والزعيم بيبعت رجالته يخطفوا الخاين وبيعذبوا لحد ما بيعترف على صاحب العبارة ومون، وبيقولوا إنهم عايزين ينتقموا من البطل. فالزعيم بيطلب من مساعده يراقب البطل، وبتشوف البطل وهو خارج من المكتب اللي بيعمل منه إجراءات الهجرة، لأنه ناوي يهاجر استراليا هو وعيلته. وبيلاحظ إن مساعد الزعيم بيراقبه، فبيستخبى منه وبيظهر له فجأة وبيسأله عن سبب مراقبته ليه، وبيسأله إذا كان الزعيم بعته وراه عشان يقتله. فبيقول له إن الزعيم أمره بمراقبته عشان يحميه من صاحب العبارة ومون، لكنهم قرروا ينتقموا من البطل بطريقة مختلفة. وبيتفقوا مع رئيس عصابة العائلة، فبيبعت رجالته يحرقوا دار الرعاية اللي مامة البطل فيها، والإسعاف بيحاول ينقذها والبطل بيقعد جنبها وبيقول لها إنه بقى غني وإنهم هيقدروا يعيشوا مع بعض حياة كويسة بالفلوس اللي معاه. لكن مامته بتودعه وبتموت، وهو وأخوه بيودعوا وبيبكوا عليها. والزعيم بيحضر هو ورجالته الجنازة، وبيعزوا البطل وأخوه. وبعدها البطل بيروح لمون في المكان اللي متعود يجري فيه وبيخنقه، وبيكون عايز يقتله وينتقم لمامته، لكنه بيقرر يسيبه لأنه عايز ينتقم منه من غير ما يتقبض عليه. وبيروح يقابل الزعيم وبيقول له إنه هيفضل معاه، والاتنين بيقرروا ينتقموا من مون وصاحب العبارة. وبتشوف البطل وهو بيبكي على موت مامته، والزعيم بيبعت رجالته يخطفوا زعيم عصابة العائلة، والبطل بيجي وبيضربه وبيرميه في المية وهو متكتف فبيغرق. لكن البطل بيأمر العصابة يطلعوه، والزعيم بيأمره يستدعي رجالته اللي حرقوا دار الرعاية. وبعدها البطل بيقعد هو والزعيم وبيخططوا إنهم يوقعوا بين صاحب العبارة ومون. والزعيم بيسأل البطل عن سبب تورطه مع مون، فبيقول له إنه كان مدير في شركة مون، وإن كان في موظفة في الشركة على علاقة بمون، وكانت بتنقل له فلوسه الفاسدة. وفي مرة سرقت من الفلوس فقرر إنه يعاقبها، والموظفة اتصلت على البطل واستنجدت بيه. ولما عرف إن رجالة مون بيعذبوها بلغ الصحافة بالخبر، ومون خلص على الموظفة ولفق الجريمة على إنها انتحار. ومن وقتها قلب على البطل وقرر يدمر له حياته. والشرطة بتلاقي جثة مرات الزعيم، والبطل بيطور خاصية في اللعبة بتخليهم يكسبوا فلوس أكتر، والزعيم بيكون معجب بذكائه. وبعدها بيبدأوا ينفذوا خطتهم ضد مون وصاحب العبارة، والزعيم بيبعت رجالته يسرقوا البضايع اللي صاحب العبارة بيهربها، وبعد ما بيسرقوها بيرموها قدام شركة مون. فالخبر بيتذاع في كل مكان،
والشرطة بتقبض على صاحب العبارة اللي بيعترف على نفسه إنه بيهرب بضايع، والبطل بياخد أفراد عصابة العائلة وبيسلمهم للشرطة، وبيعترفوا إن صاحب العبارة هو اللي حرضهم على حرق الدار. والبطل بيقابله وبيحاول يقنعه إنه يعترف على مون ويقول إن هو اللي أمره بحرق دار الرعاية، لكنه بيرفض وبيقول للبطل إن الزعيم بيستغله، وإنه وقت ما يحس إنه ما بقاش محتاجه هيقتله. والبطل بيقابل الزعيم وبيعرف منه إنه قابل صاحب المصرف اللي صاحب العبارة واخد منه قروض، وبيقنعه إنه يطالبوا بالفلوس عشان يجبروا صاحب العبارة يعترف على مون. لكن الزعيم بيكون مخبي نيته الحقيقية، وهي إنه عاوز يستحوذ على عبارة. والمحقق جار البطل هو اللي بيشتغل على قضية صاحب العبارة وبيحاول يجمع خيوط القضية، لكن زميله بيكون شغال في السر لصاحب مون، وبيحاول يخلي المحقق يشك في البطل وفي الزعيم، وبيقول إن أكيد هم اللي ورا قتل مرات الزعيم. ورجالة الزعيم بيراقبوا مخزن العبارة وبيصوروا رجالة مون وهم بينقلوا باقي البضايع المتهربة وبيبيعوها بنص تمنها. ومون بيؤمر صاحب العبارة إنه يعترف على نفسه وبيوعده إنه هيخرجه من السجن في أسرع وقت، وفعلا بيستخدم نفوذه وبيقدر يخرجه من السجن بحجة إنه مريض وبيقعده في مستشفى. وأخو البطل بيحس إنهم ماشيين في طريق غلط وإنهم بيدمروا الناس بلعبة القمار، وبيقول للبطل إنهم لازم ينسحبوا، لكن البطل بيكون ناوي يكمل لحد ما ينتقم من اللي قتلوا مامته وأذوه. وأخوه بيحذره من الزعيم وبيقوله إنه بيستغله، وبيعرفوا إنه ناوي يشتري العبارة. والبطل بيكلم الزعيم وبيقوله إن مون نفذ وعده لصاحب العبارة وخرجه من السجن، لكنه بيكون عمل كده عشان يتخلص منه. والبطل بيكون فاهم نواياه، فبيروح يزور صاحب العبارة في المستشفى وبيوريه له صورة رجالته وهم بينقلوا البضايع المتهربة وبيبيعوها بنص التمن بأمر من مون، فبيفهم إن مون عايز يتخلص منه. ولما البطل بيمشي من عنده بيلبح واحد من رجال صاحب العبارة وهو داخله، فبيرجع وبيلاقيه بيخنقه فبيحاول ينقذه، لكنه بيضربه وبيضرب صاحب العبارة وبيحاول يقتل البطل. بس الزعيم بيوصل في اللحظة المناسبة وبيضربه على دماغه وبينقذ البطل وبيخلص على اللي حاول يقتلهم، وبيحطوا جثته في عربية مون. وصاحب العبارة بيخرج للصحافة وبيسمعهم تسجيلات لمون وهو بيأمره بحرق دار الرعاية. والبطل بيلبس بدلة شيك وبياخد عربيته الجديدة وبيحضر مؤتمر صحفي هو وأخته موظفة الشركة اللي مون قتلها، وبيقولوا إنهم هيرفعوا عليه قضية يتهموه فيها بقتلها. والبطل بيتشير وصوره وأخباره بينتشروا في كل مكان. والزعيم بيزور صاحب العبارة في السجن وبيقول له إنه هيستولى على العبارة والملهى البحري بتوعه. وصاحب العبارة بيقول له إن البطل مش سهل وإنه في يوم من الأيام هيتغلب عليه. والبطل بيحضر اجتماع لكبار المحامين بعد ما بقى صاحب مكانة كبيرة وسطهم، ومساعد ابن مون بيقعد مع البطل لأنهم أصدقاء وبيقترح عليه إنه يفتح شركة محاماة لحسابه. ومون بيقابل المدعي العام وبنعرف إنهم أصدقاء، والمدعي العام بيوعده إنه هيخرجه من كل القضايا. والمحقق وزميله بيزوروا الزعيم والمحقق بيتهم الزعيم بقتل مراته وبيحاول يوقعه في الكلام، لكن البطل بيوصل وبيدافع عن الزعيم. والمحقق بيتفاجئ من قرب العلاقة بينهم، والبطل بيطلب من الزعيم ينقل جثة مساعده الخاين من جنينة الفيلا، فبيقول له إنه يهتم بالموضوع ده. والبطل بيسأله بعدها تاني إذا كان نقل الجثة ولا لأ. فاللحظة دي مون بيبعت للزعيم رسالة وبيطلب منه يقابله، فبيتجاهل سؤال البطل وبيقول له إنه مش فاضي، وبيروح يقابل مون اللي بيقول له إنه خلال الشهر ده التحقيقات معاه هتنتهي وهيتعين وزير للعدل، وبيطلب منه يشتغل معاه وبيوعده إنه هيحميه وهيخليه فوق القانون مهما عمل، وبيطلب منه بس إنه في المقابل يخلصه من البطل. وأخت الموظفة بتتنازل عن القضية، وده بعد ما مون اشتراها بفلوسه. والبطل بيحس إنه بدأ يخسر فبيروح للزعيم وبيطلب منه يقتل مون، والزعيم بعدها بيبعت رجالته يخطفوا البطل وبيستدعي مون والاتنين بيتقابلوا. فالبطل بيفهم إن الزعيم باعه، لكنه بيقعدهم قصاد بعض وبيرمي سكينة وسطهم وبيقول لهم إن اللي هيقدر فيهم يقتل التاني ويخرج هو اللي هيكمل معاه. ومون بيمسك السكينة وبيحاول يقتل البطل، لكن البطل بيتغلب عليه وبيقتله. ولما بيخرج الزعيم بيقرب منه بيسلم عليه وبيقول له إنهم كده بقى شركاء فعلا. والزعيم بيشتري العبارة، والبطل بيشوف في الحلم نفسه وهو بيقتل مون، فبيقوم مفزوع بيبدأ يتخلص من كتبه. وخبر اختفاء مون بينتشر في الصحف والإعلام، وأخو البطل بيشوف الخبر. والبطل بيقابل الزعيم وبيقول له إنه عاوز يعيش حياته بشكل مختلف، فالزعيم بيقول له يفتح شركة محاماة كبيرة، والبطل بيطلب منه يكتب له نصيبه من حصته في الشركة فبيوافق. وأخو البطل بيقابله وبيسأله عن اختفاء مون، وبيكون شاكك إن هو والزعيم اتخلصوا منه، لكن البطل بينكر معرفته بأي حاجة وبيطلب من أخوه يبعد عن شغل الزعيم ويدور على شغل تاني يكون مناسب ليه. وابن مون بيروح للبطل على بيته وبيسأله عن باباه، والبطل بيخنقه وبيقوله إنه ممكن يقتله وإن المكان ده مش موجود فيه كاميرات، لكنه مش هيعمل كده دلوقتي.
ومراته بتشوفه وهو خانقه فبتخاف منه. والزعيم بيزور البطل في شركة المحاماة الجديدة وبيقوله إنهم لازم يتخلصوا من كل العصابات اللي بتشتغل في القمار عشان يحتكروا المجال لوحدهم، وفعلا بيبدأوا يبلغوا عن أماكنهم والشرطة بتقبض عليهم. والبطل بيقعد مع الزعيم وبيقوله إنه جاهز حفلة افتتاح الملهى البحري وعزم شخصيات مهمة. والبطل بيقابل زعيم عصابة العائلة وبيطلب منه يتعاون معاه في التخلص من الزعيم، لكنه بيقول للبطل إنه حاول قبل كده وفشل. فالبطل بيقول له إن عنده طريقة يتخلصوا بيها منه. ومرات الزعيم بتقابل أخوه وبتحكي له عن اللي شافته، فبيروح يقابل البطل وبيطلب منه يبعد عن الزعيم، لكن البطل بيكون ناوي يكمل في طريقه ويكبر. والزعيم بيعرف إن البطل قابل زعيم عصابة العائلة فبيجمعهم مع بعض على العشاء وبيقول إنه عرف بمقابلتهم. فالبطل بيقول له إن زعيم عصابة العائلة كان عايز منه استشارة خاصة بصالة القمار بتاعته. والزعيم العصابة بيمشي وبيبعت رسالة للبطل وبيطلب منه ما يتصلش بيه تاني، لكن البطل بيبعت له رسالة وبيقول له إن دي آخر فرصة ليه عشان يخلص على الزعيم، لأن الزعيم بعدها هو اللي هيخلص عليه. وأخو البطل بياخد الفلوس اللي خدوها من الزعيم وبيروح يقابله قبل حفلة افتتاح الملهى البحري وبيديله الفلوس وبيطلب منه يبعد عن أخوه والزعيم بيوافق. والبطل بيروح يحضر الحفلة لكن مساعد الزعيم بيمنعه من الدخول وبيقول له إن دي أوامر الزعيم. والشرطة بتتحرك على بيت أخو البطل بعد ما بيجيلهم بلاغ بإن جثة مون مدفونة هناك، وأخو البطل بيتصل عليه وبيحكي له اللي حصل، وفعلا الشرطة بيلاقوا الجثة وسط ذهول أخو البطل وبيقبضوا عليه. والزعيم بيتصل على البطل وبيقول له إنه خيب ظنه فيه وبيقول له إنه استمتع بشغلهم مع بعض. والبطل بيزور أخوه في السجن وأخوه بيقول له إنه هيعترف على نفسه بقتل مون عشان ينقذه، فبيقول له يفضل ساكت وما يتكلمش وبيوعده إنه هيلاقي طريقة يخرجوا بيها. وبعدها بيروح يقابل المحقق وبيعترف له بكل حاجة وبيقول له إن الزعيم هو اللي أجبره على قتل مون وبيطلب منه مساعدته عشان يوقع الزعيم وبيوعده إنه بعدها هيسلم نفسه. فالمحقق بيقابل أخو البطل اللي بيعترف على نفسه بقتل مون، لكن المحقق بيكون عارف إنه بريء. والزعيم بيطلب من مساعده يخلص على عصابة العائلة وبعد كده يخلص على البطل. والبطل بيكلم المحقق وبيقول له إن الزعيم دافن جثة مساعده الخاين في جنينة الفيلا، لكن المحقق بيقول له إنهم صعب يصدروا أمر بالتفتيش لأن مفيش أي دليل يحركهم ضده. لكن البطل بيقول له إن في طريقة تانية ممكن يوقعوه بيها وبيطلب من الهاكر اللي بيشتغل معاه إنه يفصل كاميرات المراقبة في بيت الزعيم. في الوقت ده الزعيم بيرجع بيته ورجالته بيهاجموا مقر عصابة العائلة، لكن عصابة العائلة بيكونوا عاملين حسابهم وبيعملوا كمين لرجالة الزعيم وبيخلصوا عليهم. وفي مجموعة بتهجم على بيت الزعيم وبيحاولوا يقتلوه وبيطعنوه كذا طعنة، لكنه بيواجههم بقوة وبيقدر إنه يخلص عليهم، لكنه بينزل بسبب الطعنات اللي تعرض لها. والمحقق في الوقت ده بيروح بيت الزعيم وبيدخل عليه فبيلاقي الجثث في كل مكان وبيشوف الزعيم وهو بينزف جنبهم فبيوجه مسدسه عليه وبيبلغ الشرطة عن الواقعة وبيسأله عن جثة المساعد، فبيستغرب لأن البطل عارف إنه نقل الجثة من بيته وبيضحك وبيقول للمحقق إن البطل خدعه. في اللحظة دي في واحد بيهجم على المحقق وبيطعنه لحد ما بيموت والزعيم بيخلص على القاتل. وبنشوف إن البطل اتفق مع رئيس عصابة العائلة وخطط لكل ده وضحى بالمحقق، والزعيم بيحاول يوقف النزيف والشرطة بتوصل لبيته فبيهرب. والبطل بيكون اتفق كمان مع عضو البرلمان عشان يخلصوا على الزعيم. وأخو البطل بيخرج من الحجز وبيعرف إن المحقق اتقتل في بيت الزعيم، والبطل بيكون مستني أخوه قدام القسم وبيحضنه لما بيشوفه، لكن أخوه بيكون عارف إنه ضحى بالمحقق وتسبب في موته فبيقول إنه مش عاوز يشوفه تاني وبيمشي وبيسيبه. ومرات البطل بتعرف من أخوه الحقيقة وبتواجه البطل فبيعترف وبيجيب لها شنطة مليانة فلوس وبيفتحها قدامها وبيقولها إنه كسب الفلوس دي كلها في خلال أسبوع وإنه عنده مخزن مليان فلوس، وبيطلب منها تسامحه وتبدأ معاه من جديد، لكنها بترفض وبتسيب له البيت وبتمشي. وتاني يوم الزعيم بيفاجئ أخو البطل وبيخطفه وبيتصل على البطل من تليفون أخوه بيقول له على مكانهم وبيأمره يروح لوحده. والبطل بيروح وبيلاقي أخوه واقع على الأرض وبينزف من شدة الضرب اللي تعرض له فبيجري عليه، لكن الزعيم بيفاجئه وبيطعنه طعنتين وبيضربه برجله وبيقول له إنه غلطان عشان ما خلصت عليه من الأول وبيسأله عن سبب خيانته ليه، لكن البطل بيقول له إنه تسبب في دمار حياته وإنه قبل ما يعرفه كان مجرد رجل عصابات لكنه بفضله بقى رجل أعمال مهم، وبيقول له إن أخوه ملوش علاقة باللي بينهم وبيطلب منه يسيبه يمشي، لكن الزعيم بيقول له إن المحقق ما كانش ليه ذنب في كل ده ومع ذلك ضحى بيه وتسبب في موته، وبيقرر إن يدوقه من نفس الكاس وبيروح على أخوه عشان يقتله، لكن البطل بيكون عامل حسابه وبيطلع مسدس وبيضرب بيه على الزعيم، لكن الزعيم بيقوم وبيهجم على البطل
والمسدس بيطير والزعيم بيحاول يجري على المسدس، لكن أخو البطل بيشد الزعيم من رجله، والبطل بيمسك المسدس والزعيم بيهجم عليه وبيقع من فوق السلم، والزعيم بيخنق البطل، لكن البطل بيلاقي حديدة جنبه فبيطعنه بيها، وبياخد المسدس وبيخلص عليه وبيجري على أخوه عشان ينقذه، لكنه بيكون خلاص على وشك الموت، وبيودع البطل وبيطلب منه يسامح نفسه ويعيش حياة هادية. وبيموت أخوه والبطل بيبكي عليه وبيوجه المسدس على نفسه. وبتشوف أحداث بعدها ب3 سنين لمحاكمة عامل اتهجم على مدير وضربه، وبتشوف إن البطل هو اللي بيدافع عن العامل وبيوصف الظلم اللي تعرض له، وبيكون متأثر وهو بيدافع عنه لأنه تعرض لظلم مشابه من شركة مون. وبعد الجلسة بيخرج للصحافة وبيتكلم عن ترشحه لانتخابات البرلمان، وبيقول إنه لما ينجح هيقضي على صالات القمار الإلكترونية، لكنه بيرجع شركة الزعيم بعد ما خدها لحسابه وبيدير لعبة القمار، وزعيم عصابة العائلة بيشتغل هو ورجالته لصالح البطل. وبعدها بتشوف إنه عايش في بيت الزعيم وبيقعد مكانه وبيوقع كرة البيسبول بتاعته، والزعيم بيدخل عليه وبيمسك الكرة وبيقول له إنه لما فكر يواجه الوحش اتأثر بيه وبقى وحش زيه، لكنه بيختفي فجأة، وده بيكون مجرد خيال في دماغ البطل. ولغاية هنا بيخلص مسلسلنا النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة